هريدي عمران راجل ريفي دق بيه الحال في بلده، فنزل القاهرة عشان يلاقي شغلانة، يدور على أي شغل يشتغل في الفاعل أو بواب أو حتى يسرح بمشاته فلايات. ومجرد ما دخل سوق رود الفرج واحد راح لازقه على قفاه، فاتلفت كده ويقول له إيه ده؟ قال له دي دمجة السوق. قال له الله يسامحك. فليه حسنى بتتدخل وتقول له يعني بقى راجل طويل عريض زيك كده يتلزق على قفاه وما يردش القلم قلمين؟ قال لها أنا عايز آكل عيش. قالت له ده وأنت بطريقتك دي هتاكل عيش؟ ده أنت هنا ياكلوك ويغمسوا باللي خلفوه. المهم نزل عند بلدياته عبد التواب ومراته أم عبد الستار وشرح له الحالة وطلب منه يساعده يدور له على شغل. عبد التواب كان له جار شغال عربجي وبينقل الخضار والفاكهه في سوق رود الفرج، لكن الحمار بتاعه ايه ودخل الشفخانه اللي هي مستشفى البيطري، فاقترح عليه انه يحل هريدي محل الحمار ده لغايه ما يخف الحمار ويرجع شغله تاني. وفعلا اشتغل هريدي مكان الحمار، يحمل العربيات بالخضار ويتنقل بيها من مكان لمكان. كسب هريدي شويه فلوس حطهم في صندوق البوسطه، فاكر ان ده مكان التوفير، فضاعت عليه فلوسه وقعد يندب حظه. بعد شويه الحمار خف ورجع تاني يشتغل في جار العربيه، فهريدي ساب الشغل وراح يشتغل عند المعلم ابو زيد في بيع البطيخ لقرع، لكنه فشل. لاحظ ان ابو زيد ملك سوق الخضار والفاكهه وبيتحكم في الاسعار وبيبيعها باسعار مبالغ فيها. في الفترة دي تعرف على حسنى وابو دومة وسعيد وزينهم اللي كانوا متضررين من ابو زيد، فخد منهم فلوس وراح على الفلاحين جيب كمية من الطماطم حملها على جمال وباعها في السوق باسعار اقل بكتير من اسعار ابو زيد. اللي حاول رجالته يعتدوا على هريدي، لكن ضابط نقطة السوق اتصدى لهم وحماه، فاتصل ابو زيد بالباشا اللي بيحميه ونقل الضابط دوت لسوهاج. اجتمع منافسين ابو زيد الست حسنى والمعلمين ابو دومة وسعيد وزينهم واتفقوا مع هريدي انه يجيب كمية اكبر من الطماطم ويبيعها في السوق لمنافسة ابو زيد ويقدروا يكسبوا من جنبه. لكن رجاله ابو زيد عرفوا بالموضوع، استنوا العربيات اللي محمله في الطريق وفرغوا العربيات دي ووقعوا واحده منها في الترعه، وده طبعا اتسبب للشركاء في خسائر كبيره جدا. ففكروا في محاربه ابو زيد بطريقه تانية، وقرروا زرع هريدي وسط رجاله ابو زيد عشان يكون قريب منه ويعرف اسراره ويمدهم بيها عشان يقدروا يحاربوه. قدر هريدي يحمي ابو زيد من حسنين المكذوب اللي حارب ابو زيد قبل كده وخلاه يفلس واتسبب في جنانه. اتعاون هريدي مع معلمه الجديد وبقى ياخده معاه في كل حته، فعرف اثار قوته وعلاقته بسرية هانم اللي بتتوسط له عند الباشا اللي بيدير الخاصه الملكيه عشان يرسي عليه مزادات مزارع الملك مقابل سمساره ورشاوي بيدفعها للباشا والهانم. وعرف ان هناك مزاد لبساتين جمعيه البر والتقوى. فقررت الجماعه ارسال عبد التواب بلديات هريدي على انه الغزولي بتاع دمنهور عشان يدخل المزاد. واضطر عبد الشكور دراع ابو زيد اليمين يعرق الغزولي دوت ويديله 1000 جنيه عشان ما يخشش المزاد. وقامت الجماعه بارسال شكاوى للملك باسم الغزولي بتوضح له تامر المدير الخاصه الملكيه مع ابو زيد ضد الملك. عبد الشكور شك في الغزولي وقعد يراقبه وعرف انه شغال مع هريدي وحسنى، لكنه فشل في اثبات العلاقه دي. يشك ابو زيد ان هريدي بيخونه، فهمه ان في مزاد في مكان مقطوع في وسط التراب وهناك يروحوا يستنوه على اساس ان الغزولي ده لو جه يبقى هو اللي بيدله على مكانه. وفعلا بيروح الغزولي لكن بيتوه وما بيوصلش للمكان، فبيتاكد ابو زيد انه ظلم هريدي وانه شك فيه غلط. لكن بعد فتره بيشوف هريدي مع الغزولي اللي بيتضح ان هو عبد التواب بلدياته، فبيقرر الانتقام من هريدي بطريقه تانية. فبيدبر له مؤامره في ليله جوازه وبياخده عشان يسهروا سهره خاصه كده بينهم وبين بعضيهم. بيطلب منه يخش التلاجة ينقي الفواكه اللي هو عايزها، وبمجرد ما هريدي يدخل بيروح قافل عليه باب التلاجة ويقول عباره مشهوره: باب التلاجة اتقفل وحده يا رجاله. لكن الصدفه خلت واحد من رجاله ابو زيد يروح الوكاله بالليل مع واحده من بنات الهوى، فسمع صوت خشوله هريدي فانقذه قبل ما يموت. هريدي خرج من التلاجة وروح على بيته وبدا يدبر في مكايد لابو زيد، وكان اول خطوه انه بلغ مكتب مكافحه التهرب الضريبي عن ابو زيد، فاتقبض عليه واتقفلت الوكاله بتاعته. وقدر يحل محل ابو زيد عند الهانم والباشا وبدا يدفع لهم رشاوي عشان يرسي عليه المزادات. هريدي استحلى الموضوع وحلوت في عينيه الدنيا، استمر في الموضوع دوت واشترى البكويه من مولانا الملك، واصبح كانه ابو زيد تاني بيتحكم في السوق واسعاره، وده خلى اصحابه وشركائه يختلفوا معاه ويفضوا الشركه. احتكر الخضار والفاكهه عشان يعوض الرشاوي اللي بيدفعها. في الوقت ده كان المحامين بتوع ابو زيد والرجاله بتاعته بيدوروا له على اي مخرج، لغايه ما فعلا شايل عبد الشكور الليله وخرج هو منها. فدار صراع بين ابو زيد وهريدي انتهى بمقتل ابو زيد وافلاس هريدي وخروجه من السوق زي ما دخلوا حفيان مره تانيه. انتهى الفيلم على كده، لكن بإشارة لأن الموضوع ده بيتكرر تاني، فجابوا واحد تاني يدخل السوق أول مرة وياخد برضه على قفاه عشان تتكرر القصة بتاعت أبو زيد وهريدي مرة تانية. الفيلم متاخد عن قصة حقيقية لواحد من أكبر تجار الخضار والفاكهة وكان على علاقة ببارات الملك فاروق. فريد شوقي قبل عرض الفيلم قدم دعوة لوزير التجارة والتموين عشان يشوف الفيلم بنفسه، لكن الحاج زيدان صاحب القصة الحقيقية رفع دعوة قضائية وطلب منع عرض الفيلم بتهمة التشهير بيه. اتسحب الفيلم من دور العرض لكن اتعاد عرضه مرة تانية بعد الحكم بالبراءة. فيلم الفتوة احتل المركز العاشر في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية وبلغت ميزانيته 27,000 جنيه. موضوع احتكار أوتن
الناس اتقدم في السينما المصرية في أكتر من فيلم، أشهرها فيلم الفتوة وفيلم شادر السمك. والفيلم ده كان نقطة انطلاق لنجومية فريد شوقي اللي أبدع في تأدية دور الراجل الريفي، كان شهادة ميلاد بوقاية المخرج الكبير صلاح أبو سيف. الفيلم بطولة فريد شوقي، تحية كاريوكا، زكي رستم، توفيق الدقن، ميمي شكيب، ومن إخراج صلاح أبو سيف. دي كانت قصة فيلم الفتوة. شكرا. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.